ثقتك في نفسك هتغير لك كل حاجة انت ممكن تفكر فيها في حياتك. الكونفيدنس في نفسك ده بيأثر على حاجات كتيرة جدا انت اصلا ما بتفكرش فيها. انا هحكي لك قصتي وهقول لك ازاي انا عرفت اروح من شخص نو كونفيدنس خالص لشخص دلوقتي ضد او عكس تلات ارباع الناس اللي بتشوفها على السوشيال ميديا، او تلات ارباع الناس اللي بتشوفها في الكومنتات اصح، يعني بتشوفهم دايما مستخبيين ورا سكرينز مش عارفين يكلموا حد في حقيقة، كلهم عندهم سوشيال انكزايتي. انا هقول لك ده كله ازاي يتغير. اول حاجه قبل ما ابدا، بس لو انت بتحب الكونتنت بتاعي وعجبك عجبك الفكره كلها، اعمل لايك وسبسكرايب عشان تنشر الفيديو ده للناس اكتر منك بكتير. هبدا الفيديو بقى. دلوقتي انا بالظبط من سنتين كنت حرفيا نو كونفيدنس خالص، ما كنتش بعرف اكلم اي حد. كنت لما اروح المدرسه حتى المدرسين بيبقوا رخمين عليا ان انا اكلمهم، بيبقى في ستريس اكلم اي حد. لو في بنت في المدرسه انا عايز اكلمها حتى يا اسطى عشان اساينمنت، حتى عشان هوم ورك، كنت محتاج مساعده في حاجه، حتى لو اي حاجه حرفيا ما كنتش بعرف اكلم اي حد جنبي عشان انا كنت ببقى محرج على ليفل كبير جدا. بعدين حصل حاجه. كنت في اجازه نص كنت في اجازه اخر السنه، كنت في اجازه الصيف يعني، وكان فاضل لي تقريبا اسبوعين عشان ابدا المدرسه. لقيت امي بتقول لي مازن مازن تعالى، بتناديني من المطبخ، فرحت لها المطبخ، جايه بتقول لي مازن المدرسه بعتلي ايميل بتقول لي في نيو كومرز، اللي هو الناس اللي بيجوا للمدرسه جديد السنه دي، بيقولوا في نيو كومرز وعايزينك تروح تعرفهم على المدرسه. هما كانوا المدرسه مختارين شويه جروب ستودنتس ذكيين، اللي هو الحمد لله شايف دي جروب ستودنتس عندهم جي بي اي كويس ومعروف ان البيهيفير بتاعهم حلو والكلام ده. وكانوا بيلموهم بيقولوا لهم تعالوا بس اليوم ده بتاع 20 واحد ولا حاجه، تعالوا اليوم ده عرفوا النيو كومرز على المدرسه، تقسموا نفسكم في فصول وعرفوا الناس الجديده دي على المدرسه، خليهم يحسوا ان ده بيتهم، فاهم يعني، بيحسوا دي مدرستهم عادي خالص، طمنوهم يعني من الاخر كده. انا بقى امي قالت لي كده يا اسطى، انا اترعبت والله العظيم، انا وشي احمر، بدات اعرق، بدات ما اعرفش مين، وكنت مرعوب. يا اسطى هتقول لي ان انا كنت بمثل وبأفور قول اللي انت عايزه، انا بقول لك انا كنت مرعوب وكنت بأفور بالزياده قوي على حاجه تافهه جدا. رحت المدرسه، امي اقنعتني في الاخر، قالت لي خلاص لازم نروح، روح روح روح، ما اعرفش مين، امي اقنعتني غصب عني احتاج تروح في الاخر. مين بقى اللي راح معايا؟ عندي واحد صاحبي كان اسمه مروان، راح معايا. مروان بقى في الحته دي كان كونفيدنت اكتر مني بكتير قوي، كان بيعرف يتكلم الناس بطريقه احسن مني بكتير. كنت انا اللي هو اللي بقف وراه هو اللي بيتكلم، فاهم، كنت انا كده اللي هو علقه قوي يعني، يا اسطى كنت عر قوي يعني. ما علينا، ما كنتش بعرف اكلم اي حد. رحت بقى هناك بيقولوا لي عرفوني على الناس، كنت حرفيا عامل زي اللي هو اعمل ايه انا مازن انا كنت صعب قوي، كنت كنت غريب، كنت صعب، مع اني انا اصلا شخصيتي يعني انا بعرف، المفروض بعرف اتعامل مع الناس، دي شخصيتي، بس انا كنت محرج قوي، كان الكونفيدنس بتاعي قليل جدا لدرجة ان انا ما كنتش عارف اكلم ناس طبيعية. انا عايزك تفكر في حاجة، انت لما تكلم حد تاني انت بتكلم شخص من نفس يعني هو نفس الكائن، انت زيه بالظبط، تتكلم نفس، انت بتتكلم نفس الكائن بالظبط. انت محرج من ايه يعني؟ تخيل انت كنت شايف كلبين قدام بعض وده محرج من ده، تخيل شايف قردين بيكلموا بعض وده مش عايز يكلم ده عشان محرج. يعني مش هتتخيلها اصلا، صح؟ هتبقى حاجه بتموت من الضحك. يعني نفس الكائن وانت محرج تكلمه. يعني انا مثلا بفهم لما الناس بتبقى محرجه تطلع على ستيج تكلم الاف من الناس ولا مئات من الناس، بس انت بتكلم واحد وان اون وان، انت محرج من ايه؟ مفيش اي حاجه تحرجك، فاهم قصدي؟ فانا استغربت يعني، كنت على ليفل غريب بقى. دلوقتي بقى انا ايه؟ دلوقتي شويه بشويه عرفت بيلد اب الكونفيدنس بتاعي، عرفت ازود كونفيدنس شويه بشويه بشويه لغايه ما حطيت نفسي في ليفل تاني خالص. دلوقتي انا اللي انا كنت بعمله في الاول ما بيقارنش باللي انا بعمله دلوقتي، الليفل اللي انا فيه ليفل تاني خالص. فهقول لك حاجه، هقول لك انا ازاي عرفت بيلد اب الكونفيدنس ده. اول حاجه في شويه حاجات بيسك لازم ارميهم بس على جنب كده قبل ما نبدا الجيم. لو بنيت جسم حلو هيجي لك كونفيدنس اكتر عشان انت شكلك هيبقى احسن، فانت هتبقى مقتنع وانت بتكلم اللي قدامك. يعني انت لو ما تعرفش في افكت اسمه الهيلو افكت. هيلو افكت ده اللي هو عارف بتاع اللي بتبقى على دماغك دي في الكرتون، اللي هو بيقول لك لما حد يموت بيبقى فيه هيلو على دي، اسمها هيلو. فهيلو افكت دي معناها ايه؟ الشخص اللي شكله احلى بيتعامل بطريقه احسن، ده حاجه معروفه في العالم يعني لو ما تعرفهاش. الشخص اللي بشكله احسن بيتعامل احسن من كل حاجه حرفيا. فانا بقى انت لما تبني جسم حلو، لما يبقى شكلك حلو ووشك كده يتشفت منه كل التخن ده تبقى عامل تبقى عامل كده، بتلاحظ ان شويه بشويه المعامله بتاعت الناس بتبقى احسن، فانت ما بتخافش قوي كده. دي حاجه تانية بقى، بان انت تعمل الستبس اللي انا هقولك عليها دلوقتي دي.
انا ما كنتش عارف ازاي اكلم اي حد. بس حتى السواق بتاعي كنت بخاف اكلمه، كنت بترعب ان انا اقول له حاجه ممكن يرسبوند بطريقه غريبه. بس هو انا بقى قلت شويه بشويه هاخد ستيب ورا ستيب ورا ستيب لغايه ما اعرف اكلم كل حد. فكلمت السواق، بدات كل يوم اهزر مع السواق شويه، انزل كل مره وانا رايح المدرسه اهزر معاه، اقول له كلمتين ثلاثه، نهزر مع بعض، نتكلم مع بعض، لغايه ما بقيت اكلم السواق عادي خالص كانه واحد صاحبي. شويه بشويه بدات اكلم الاوبر وانا راجع من المدرسه، او وانا راجع من اي خروجه مع اصحابي، او رايح لاي خروجه، رايح لاي كورس ايا كان يعني. بفضل اكلم الاوبر، بفضل اقول له اي حاجه، يا اسطى انت شفت اللي كذا كذا كذا، ونفضل نتكلم طول الطريق. شويه بشويه بدات اعرف اكلم الراجل بتاع الاوبر تمام عادي خالص، ما بقتش في اي حاجه. شويه بشويه بدات اكلم الناس اللي في المدرسه، شويه الناس اللي في المدرسه احسن شويه، شويه بشويه بدات اكلم الناس اللي في الكورس، بدات اكلم المدرس بتاع الكورس، بدات اكلم ناس غريبه. لغايه ما دلوقتي انا بالنسبه لي بعرف اكلم اي حد. ممكن في شويه حاجات بسيطه لسه، في سكيلز طبعا، عشان انا زي ما بقول لك انا شخص مصدق في ان مهما كان انت عملت ايه في حياتك دايما في شخص احسن. مهما كان انت عملت ايه دايما انت لسه في حته ممكن تعمل ادفانس فيها، لسه في حته ممكن تتحسن فيها، انت ممكن ما تعرفهاش لسه. هي دي فكره الحياه، ان دايما في حته ممكن تتحسن فيها، ودي حلاوتها. لو كان في حاجات، لو حياتك كانت بتخلص بان انت تخلص حاجه ما تقدرش تتحسن، خلاص حياتك كانت هتبقى وحشه. فالفكره ان دايما في حاجات ممكن تتحسن فيها، فانا مصدق من الحته دي جامد جدا. فلسه في حاجات شويه حاجات يعني مش كتيره، بس في شويه حاجات حلوين ممكن اعملهم، ولسه هزود الكونفيدنس بتاعي. بس انا الليفل اللي انا كنت فيه والليفل اللي انا وصلت له كان رهيب. انا بقول لك بقى ابدا بحاجات صغيره. يعني كان في كتاب انا قريته اسمه ذا 4 اور ورك ويك، جوه الكتاب ده كان في حاجات اسمها ديلي تشالنجز. ديلي تشالنجز دي كانت عباره عن ايه؟ كان بيقول لك لليومين الجايين اعمل كذا لكل حد تشوفه. مثلا كان بيقول لك بص في عين كل حد تشوفه واستناه هو يكسر. يعني عارف زي لما تبرق على حد تعمل معاه اي كونتاكت، بتستناه هو الاول يلف وشه قبل ما انت تلف وشك. في العادي الناس اللي ما عندهمش كونفيدنس عالي بيلفوا وشهم على طول، بيشوف حد يبص عليه. بالذات يا اسطى لو انت ولد، لو انت راجل دلوقتي ورايح تبص في عين بنت، بالذات لو بنت حلوه كمان، رايح تبص في عين بنت وانت تبص لها كده، تروح هي بص لك، تروح لف وشك على طول. بص خليك باصص لها لغايه اما هي تكسر، تلف وشها هي الاول. ده اللي بيوريك ان بيديك كونفيدنس شويه بشويه. ده كان اول حاجه. كان في ستيبس تانية بقى هو بيكتبها في الكتاب، بس طبعا كان في حاجات تانية ما كنتش اقدر اعملها يعني. ما علينا. شويه بشويه دور على حاجات صغيره ممكن تعملها. الحاجات الصغيره دي زي ما بقول لك، يعني جرب موضوع الاي كونتاكت ده. اي كونتاكت انا بلاحظ ان ده فرق معايا جامد وبيفرق مع ناس كتيره جامد. جربه من غير ما تتكلم، من غير ما تقول اي حاجه، من غير ما تعرف اي حد. جربه. ما تعرفش حتى اصحابك، ما تعرفهمش اي حاجه، عشان الموضوع هيبقى اوكورد قوي، هيبقى غريب قوي بالنسبه لكم تقعدوا مع بعض وانتوا عمالين تبصوا في عين بعض، فاهم؟ فجربوا حرفيا من غير ما تقول لاي حد، لوحدك كده. انت شفت الفيديو ده مني انا الوحيد اللي عارف. جربه. روح لاي حد حواليك حرفيا وانت ماشي في الشارع شايف حد معدي من جنبك، بص له. لف وشك لما هو يلف وشه. مدرس في المدرسه باصص لك، بص له. لف وشك لما هو يلف وشه. واحده في المدرسه عن بصالك، بص له. فاهم؟ واحده واحده هتلاحظ ان انت بتقدر تبص لهم عادي خالص. اللي بعديها بقى، وانت رايح على اي اوبر حاول تكلم الراجل، دور على اي حاجه ممكن تكلمه فيها. حرفيا اي حاجه. يا اسطى كلمه على الدين، كلمه على الكباري، يا اسطى كلمه على كوره، كلمه على اي حاجه، بس كلمه. عشان اول حاجه هتلاحظ ان الاوبر بيبقى ممتع قوي. والحاجه اللي انا استغربتها، تلات ارباع الناس بتوع الاوبر هتلاقيهم مثقفين، بس بتبقى غريبه قوي، انت بتبقاش متوقعها خالص، بتلاقيهم عارفين حاجات كتيره. كلم 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 كلم، شويه بشويه تلاقي الكونفيدنس بتاعك عمال يعلى، وتقدر تكلم ناس اكتر واكتر. الصراحه ما اعرفش اقدر اقول لك ايه اكتر من كده. كل ما تتعود ان انت تطلع بره الكومفورت زون بتاعك، ان انت تطلع بره المكان اللي انت مستريح فيه، هتلاحظ ان شويه بشويه الكومفورت زون ده عمال يكبر. يعني انت لو متعود انت تفضل جوه بيتك، لما تطلع بره بيتك الموضوع هيبقى غريب عليك. لو انت متعود انت دايما تبقى بره البيت، اي حته بره البيت انت بتروح لها هتبقى بالنسبه لك سهله، اللي براها هيبقى صعب. لو انت متعود ان انت بتسافر كتير، العالم كله بالنسبه لك هيبقى سهل. فكل ما تطلع بره وتشالنج الكومفورت زون بتاعك اكتر، وتحارب ضد الراحه اللي انت فيها، هتلاحظ ان الكونفيدنس بتاعك عمال يعلى ويعلى ويعلى. وده السبب ان انت مثلا لما تبقى واقف جنب باباك بتلاقيه عنده كونفيدنس عالي جدا، عشان هو عنده 10 سنين ولا 20 سنه عليك. 10 سنين ايه يا عم؟ 10 سنين ازاي؟ ده كان في السجن. عنده 20 سنه عليك مينيمم، وهو بيعمل حاجات انت ما بتعملهاش او انت لسه ما عملتهاش. فهو طبيعي يبقى عنده كونفيدنس اكتر منك، هو بره البيت اكتر منك، هو في حته ابعد منك، هو بيعمل كل حاجه اكتر منك، فاهم؟ عشان كده دايما بتلاقي كل اب عنده كونفيدنس كتير اكتر منك
بكتير قوي قوي قوي. لو عايز تعرف تتثقف على حاجات التحسين النفسي والكلام ده كله على ليفل اعلى بكتير، انا عندي كوميونتي اسمها سوشيال ميديا اوف بوزيتيفيتي، اللينك بتاعها في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. لو انت شايف ان الكلام اللي انا بقوله لك هنا بيفيدك وكلام حلو وكلام نضيف، الكوميونتي دي هيبقى فيها كلام احسن واحسن واحسن. الفكره ورا الكوميونتي ايه؟ ان هيبقى فيها شويه كورسات هيفيدوك، وبيفضلوا يتزودوا كل شويه. كل ما انا نفسي اتثقف في حاجات اكتر، كل ما الكورسات اللي موجوده هتزيد اكتر واكتر واكتر. وفكره الكوميونتي ان انت هتلاقي ناس زيك بالظبط بيحاولوا يحسنوا من نفسهم. هتلاقي ناس زيك، فممكن تلاقي واحد صاحبك هناك بيحاول يحسن من نفسه، عشان انت مش هتلاقي ناس كتيره بيحاولوا يحسنوا من نفسهم على يوتيوب وعلى الكلام ده كله. مين كام واحد يعني بيفتح يوتيوب يقول انا عايز احسن من نفسي، اتفرج على فيديو بتاع واحد عنده 16 سنه؟ فاهم يعني؟ مش ناس كتير والله. انت واحد قررت تحسن من نفسك، انت حطيت نفسك في مكان حلو قوي، ما تضيعش الفرصه دي ولاقي ناس زيك بالظبط. الكوميونتي ده عامل حسابي املك كورسات اللي فيها على حاجات زي ايه؟ حاجات زي الكونفيدنس كورس. كونفيدنس كورس ده هيبقى كورس مليان حاجات على ازاي انا عرفت اتحسن من نفسي، الستبس ستيب باي ستيب جايد على انت ازاي ممكن تحسن من نفسك. تحسن من نفسك في حته الكونفيدنس يعني. قصتي انا وازاي انا مريت بكل حاجه زي الفيديو ده، بس على ليفل ادفانسد وديتيلد اكتر بكتير. هيبقى في حاجات للجيم، ازاي انا عرفت ابني جسم حلو، وازاي انت ممكن تبني جسم حلو، الاكل اللي انت تقدر تاكله، الحاجات اللي انت ممكن تعملها. حاجات على القرايه، كورس على القرايه، على ازاي انت ممكن اني احسن كتب انا قريتهم اللي انا برشحهم لك يعني. احسن حاجه انت ممكن تعملها عشان تحسن من نفسك، احسن ستيج انت ممكن تعمله، كل حاجه حرفيا. لو انت شايف ان الفيديوهات عامه والشانل اللي بيفيدك، الكورس هيفيدك على ليفل اعلى بكتير. يا رب يكون عجبك الفيديو، وقبل ما انسى، امشي في طريق ناس كتيرة ما بتمشيش فيه عشان تعرف تجيلك نتائج ناس كتيرة ما بتجيلهاش. حاجة معروفة جدا، قوت معروفة قوي، بس لازم تفكر فيها أكتر وأكتر. لو أنت مشيت زي كل حد تاني هتاخد نفس الشغلانة، هتبقى نفس الجسم، هتبقى نفس كل حاجة. لازم تختار حاجة جديدة عشان يجيلك ريوردز ونتائج أكتر بكتير. يا رب يكون عجبك الفيديو، أشوفك الفيديو الجاي.